سلام، وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة وعافية يا ربي. بما انه قرب العيد الكبير لازم نخيطوا قندورة جديدة. شريت مترتين قماش كتان ونص متر اكراب، وليت حبيت نخيط وحدي. نعدل لكم الطريقة اللي استعملتها بخيطها لأول مرة. حكمت القماش تاعي طرحته على الارض، درته على 4. هنا القندورة بعد ما القماش غسلته وخليته نشف به وليت فصلته. هنا درته على 4. جبت قنذورة كنت خيطتها من قبل تاني، حطيتها فوق القماش وفصلت عليها. هنا نفصلوا الرقبة، بعد نديروا لي مانش. هنا نقوروا جهة لي مانش تاعنا، نزيدوا على القنذورة ب4 صوابع حق الخياطة، او بالاحرى 4 سنتيمتر. هنا نروحوا نديروا التقويرة تاع الرقبة. هنايا نديو 8 سنتيمتر. هنا بعد جاتني مع الرقبة تاع القندورة اللي فصلت عليها، بعد نهبط ب5 سنتيمتر. هنا نفصل تاع الظهر ومن القدام مع بعضاهم، وبعد كان نحكم من القدام نفصل وش حاب ندير انا. هنا نحي تاع الظهر ونعاود نفصل رقبة القدام. نديرو 8 سنتيمتر، درناها سيبون، نهبطو ب16. نديرو الكارية تاعنا ونروح نفصلو الرقبة على شكل مدور. هنا نجي القماش تاعنا الكريب نديرو على 2، نقدو قد قد باه يخرجونا الاشرطة قد قد. هنا نديرو أشرطة 2 حجم 7 سنتيمتر. وهذا الشريط الثاني. وزيد نديرو شريط خلاف 8 سنتيمتر، نديرو 2
7 سنتيمتر وواحد 8 سنتيمتر. هنا بعد ما كملنا قصينا الاشرطه تاعنا نروح نفصلو ليمونج تاعي. نقسم القماش تاعي على 4 ونجيبو القندوره تاعي نديرو تقويره الطابق نحطوها على القماش ونفصلو عليه. بعد ما كملنا فصلنا ليمونج تاعنا نحدو المنتصف تاعي جهة من الفوق ونقصو على قد قد باش يجيني ليمونج قد قد. هذا ليمونج الاول وهذاك الثاني. هنا كملنا فصلنا ليمونج تاعنا نروحو نسفجو الرقبه تاعي هذا بقايا من القماش اللي بقالي نروح نسفج به الرقبه. نحكموهم مع الاول بدبابيز الخياطه يعني شابو لكل خياطة عندها ولادها في الدار وتخيط، ربي يكون في عونكم. انا يا هنا بالسيف بكملت خيطت القندورة وولدي قاعد يدور. هنا نتبت القماش تاعي ما بداهم في زوز بدبابيز. من بعد نروح نخيطها. هنا بعد ما كملت خيطت الرقابي تاعنا وسفجتهم نحكم الاشرطه تاعي نخيطهم اللي قلت لك 7 سنتيمتر ونضرب لهم بالحديد ونديرهم بالشكل هذا. نحكمهم على الاول بدبابيز تاع الخياطه ونروح نعقبهم بالماشينه. وهنا الشاري تاعي 8 سنتيمتر نقسمه على النص وندي لي في الوسط ندير نخيطه ونديره على شكل مثلث بالطريقه هذه. يجينا على الشكل هذا. نحو الزوائد نتاعنا
ونديروا له بالصفيلاج. ونروح نتبتو على الرقبه تاعي بالشكل هذا. نخيطها. وهنا قاعد نخيط في ليبانس تاعي. هنا ليبانس البنات نحكمو من الكتف نقيسو 50، نهبطو 50 ونطلعو من 50 نطلعو 18. نديرها من الوراء ومن القدام ونحكمو نقيسو نعينو المنتصف، نحكمو من المنتصف لجهة البانس نديرو 12 سنتيمتر نطلعو به، نبقاو نهبطو سما بال50 من 50 نطلعو 12 سنتيمتر 12 سنتيمتر 12 سنتيمتر حتى نوصلو 18. ومن بعد نخيطوها. قبل ما نخيطوها نحكمو نديرو الخصر تاعنا جهة الخصر تاعنا ونعينوها ونلصقو الحبل تاعنا ونخيطوه. نحكمو نخيطوه بالطريقه هذه. هنايا عينت جهه الخصر تاعي باش يجي قد ما نبقاش نحي ونركب. حكمت قصتها بالمساك. هنايا فتحت فتحه وين جهه ليبانس تاعي ودخلت الحبل تاعي باش نحكم به منه من هنا. كملت خيطهم في 4. هنا نجي باش ندير التفار تاعي. نقيس القندوره قد نقدها باش ما يجينيش التفار تاعي مايل. انا نحيت الزوايد قست طولي ونحيت الزوائد تاعي. نحكمو نقيسو هنايا نطلعو 6 سنتيمتر كيما هكا. هنايا قسنا 6 سنتيمتر ونروح ندور ندير التقويره تاعي ونهبط بشويه قد حتى نوصل للنهايه باش ما تجيناش القندوره مجونحه منا ومنا. نروح نخيطاها. هنايا راح ندير القفل تاعي. عندي كعبات ليزست خاص وعندي الزوايد اللي بقاولي من القماش. هنا نحكمو ابره وخيط ونحكمو مسدس شمعي بيستولي ونخدموهم. نغلف ليست خاص تاعي بالقماش بالطريقه هذه. ونلف عليها الحبل ونخيطها. انا كملت شكلتهم كي قداش واحده حبتها انا. ونحكم نسخن المسدس الشمعي تاعي ونزينها. هنا البيستولي البنات سخناها خلاص حتى تولي لك ماء باش تقدر تحكم لك ما تنحلكش. خلاها مره جايه تحبي تغسلي القندوره ما تطرلكش. واللي يحب يخيطها نورمال. انا كملت قندورتي. ان شاء الله يعجبكم الموديل. ما تنساوش ديروا لي جيم وكومنتار وتقولوا لي واش رايكم في الموديل تاع القندوره، لانه رايكم يهمني. واللي مش مدير لي اشتراك يدخل يدير اشتراك ومتابعه. وتهلاو في رواحكم حبيباتي وصحه عيدكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. في امان الله وحفظه.